العالمي لحقوق المستهلك اخترنا أن نتوقف في وجدة. لماذا؟ لأن للمدينة والمنطقة الشرقية ككل بعض الخصوصية. سلع تهرب من الجزائر لتصل إلى يد المستهلك، وسؤالنا: هل المستهلك على وعي بحقوقه؟ في وجدة شباك لحماية المستهلك يستقبل شكاوى هذا الأخير، والإقبال يعني أن ثقافة في هذا الاتجاه بدأت تتأسس ولو تدريجيا. عبد الحميد المرابط وعبد العلي العميرش. عرض سلع مهربة تحوم شكوك حول جودتها وتاريخ صلاحيتها إلى جانب سلع وطنية وأجنبية أخرى أضحى ظاهرة مألوفة في أسواق الجهة الشرقية. هنا بسوق باب سيدي عبد الوهاب بوجدة يجد المستهلك نفسه محاصرا بهواجس السلامة والحفاظ على الصحة وسط سيل من السلع فيها الغث والسمين. ما نقدروش ناخذوا بعدا الكونسيرف، حاجه اللي الكونسيرف كنقدروا نتفاداوها، نشريو الحاجه طبيعيه نطيبوها باش تعطي واحد الذات ديالنا، باش ما كيبقاش عندنا واحد المشكل حتى دابا كثرت الامراض اللي وقعت، ولينا كناخذوا الحاجه طبيعيه باش نستافدوا منها. واش غادي نقول، كاين الحوايج اللي تضر وكاين الحوايج اللي ما غاديش تضر. كنحاولوا نشريو شي حاجه ديال البلاد وهذا، والحاجه اللي ما تضرناش. تنامي ثقافة حقوق المستهلك نسبيا لم يمنع من استمرار مظاهر الغش والتدليس في ظل ضعف آلية المراقبة، فضلا عن الإخلال بكثير من حقوق المستهلك من قبيل الحق في المعلومة وإشهار أثمان السلع. ضروري خصك تستحضر هاد الحوايج من تبغي تبيع شي منتوج للمستهلك، سواء من ناحيه التاريخ او من ناحيه الجوده او من ناحيه الثمن. كاين اللي كيبيع بالثمن المناسب وكاين اللي يبيع الثمن اللي بغا. وبالنسبه للسلع كاين اللي السلعه اللي كيقول لك الانسان هذه راه ديال ايطاليا ولا ديال برا وهي ديال الشينوا. الحاصل واش غادي نقول لك، السوق هذا كل واحد وكيفاش، يعني هذيك الثقافه ديال حمايه المستهلك ما راهش مطبقه 100%. الاستماع إلى المواطن والتبليغ عما يلحق به من ضرر إثر استهلاك منتوج معين هو ما يحاول شباك المستهلك القيام به. في العام الماضي استقبل شباك المستهلك لدى جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية 3700 اتصال تتوزع على مواضيع شتى. توجيه النصيحة 1037، الإعلام 1245، والشكايات 1462. هذا المجموع هذا موزع على تقريبا 15% التغذية، كيمثل التغذية، السكن والعقار 12%، الماء والكهرباء 28%، القروض 18%، ومختلفات 27%. الحفاظ على المنظومة الاقتصادية يمر حتما عبر حماية حقوق المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف، يقول الخبراء والمهتمون، وذلك من خلال إطار قانوني يضمن الحق في المعلومة والتمثيلية ورفع الضرر عن المستهلك وحمايته من الشروط التعسفية وغيرها من الاختلالات التي تعتري منظومة الاستهلاك ببلادنا.